تعرف ان رئيس الزمالك اتهم لاعب في الزمالك بالتفويت؟ الكلام ده حصل في موسم 91 92 اللي فاز به الزمالك فعلا، وكان عنده الفرصه يفوت براحته، خصوصا في اخر اسبوع من الدوري ده اللي كان فيه ناديين بيتنافسوا على تجنب الهبوط، المقاولين العرب والسكه الحديد. وشوف الصدفه بقى، المقاولين هيلاعب الاهلي والسكه هيلاعب مين؟ هيلاعب الزمالك. ورغم ان الاهلي كان في اسوأ مواسمه وكان عنده غيابات واصابات بالكوم، لكن لعب بشرف وفاز على المقاولين 1-0. ورغم كده كان لسه عند المقاولين الامل انه يتجنب الهبوط لو الزمالك لعب برجوله. وما تنساش ان الزمالك بطل الدوري، يعني فريق قوي فيقدر بسهوله يفوز على السكه الحديد. فايه اللي حصل بقى؟ مش انا اللي هقول لك، كابتن رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق هو اللي هيحكي لنا اللي حصل بنفسه. كابتن فاروق جعفر كلمنا قال لنا في السكه الحديد عايزه ان هي يعني نتعادل عشان ان هي تقعد، لان كان الصراع بين المقاولين والسكه الحديد. قال لنا يعني خيرنا تلعبوا ولا ما تلعبوش، فاحنا قلنا لا ما نلعبش. هو ساعتها المقاولين هبط. احنا قدام واقع التفويت موثقه بالصوت والصوره. نادي السكه الحديد تواصل مع المدرب العام الزمالك الكابتن فاروق جعفر عشان يتفقوا على التعادل. فكابتن فاروق وصل الرساله للاعبيه وقال لهم عايزين تلعبوا ولا تريحوا عشان يسهل الماتش على السكه الحديد، بالظبط زي ما صفحات الزمالك عايزين يلعبوا ماتش بيراميدز بالناشئين والبدلاء. ده انت ده في شغلانه. قال يعني الاساسيين كانوا يدفعون في الدور الاول. المهم ان الزمالك اتحسب له بلانت في الماتش ده، لكن طبعا ضاعت عشان يوصلوا للنتيجه اللي هم عايزينها، التعادل السلبي. المدهش بقى ان رئيس الزمالك شخصيا المهندس نور الدالي اتهم احد لاعبي فريقه بالتفويت، فيطلع كابتن فاروق جعفر ينفي التهمه ويقول ما حصلش. طبعا يا عم، يومين هيشهد للعروسه. تعال نرجع اكتر لاخر اسبوع في موسم 77 78 واللي كان فيه منافسه مش طبيعيه بين الاهلي والزمالك، لدرجه ان فرق الاهداف كان مؤثر في تحديد بطل الدوري. الاهلي كان هيلعب مع المحله في القاهره، والزمالك راح يلاعب الاسماعيلي في الاسماعيليه. بس بعد اذنك في ملحوظه رفيعه نسيت اقولها لك. الزمالك ما كسبش ولا ماتش خارج القاهره في الموسم ده، اللهم الا ماتش اتحسب له فوز اعتباري 2-0 على المحله، والماتش ما اتلعبش فيه غير نص ساعه اصلا. يعني ما قدرش يكسب الاولمبي ولا الاتحاد في اسكندريه ولا المصري في بورسعيد ولا المنصوره في المنصوره وهكذا. الخلاصه ان فوز الزمالك على الاسماعيلي وقتها ما كانش مضمون وسهل زي دلوقتي، بس جمهور الاسماعيلي قبل لعيبه الاسماعيلي كان لهم راي تاني. انا قاعد جنب مدير الامن فلقى اليافط مبروك يا زمالك، اهلا يا زمالك قبل الماتش. فقال لي كابتن سيد قال لي يا كابتن سيد الجماهير عاوزه ايه؟ الجماهير عامله كده ليه؟ قلت له ان الزمالك استضافونا ويعني في يعني في صداقه زياده عن اللزوم. راح باسمي. ايه ده المجتمع ده؟ كان نادي الزمالك لما جه اكرمنا في الماتشين، احنا جاملناه في بطوله الدوري بتاع جاملناه طبعا، ما حدش يقول كده، جاملناه يعني. وفعلا الزمالك فاز 2-0 على الاسماعيلي في الوقت اللي حكم ماتش الاهلي والمحله الغى هدف صحيح للاهلي طبقا للصحافه المصريه، وقف النتيجه عند 4-0، وفاز الزمالك بالدوري بفارق هدف اعتباري محدش سجله. طيب كده الاسماعيلي جامل الزمالك في دوري ومش قايلهم جميله. تفتكر بقى الزمالك قليل الاصل ومش هيرد الجميل؟ اكيد طبعا لا. وجه وقت رد الجميل في 2009 والزمالك شال 3-1 من الاسماعيلي بكل حب ورومانسيه. وده مش كلامي، ده كلام كابتن الزمالك التاريخي الكابتن خالد الغندور. شفناه امبارح من وجهة نظري كان هناك تخاذل من لاعبي نادي الزمالك. كان مفيش روح في الملعب، مفيش رجولة في الملعب. اللعيب بيخش فيه جون وعادي جدا كأن الموضوع مش فارقة معاه. اللاعب بيخش فيه هدف ويعني فيه ابتسامة بسيطة. الناس اللي بتتفرج تقول ان الزمالك عايز الاسماعيلي يكسب. انا لو كنت راجل صحفي هكتب بالمانشات كده في مباراة رومانسية بتفكرني بفيلم حبيبي دائما. قلتش حاجه انا بقى، اسكت يا هو اللي بيقول. بس زي ما انت عارف طبعا محاوله التفويت دي فشلت في الاخر، وكل عاش الوهم والاهلي فاز بالدوري.